أختي دقت علي وقالت تجهزي يا سارة بنطلع للبر، وطبعا ما عندي أي وقت لا أسوي لا حلا ولا فطاير ولا شيء، وقالت لي لا تجيبين معك أي شيء بس مستحيل أروح ويدي فاضية. وعلى طول طلبت من الجودية ورق عنب وفطاير طازج يا بنات، شايفين كيف البخار ما شاء الله بالعلبة. وجبت الصينية اللي بحط فيها الفطاير وبديت أصف الفطاير. أخوي دهمني وبدأ ياكل من الفطاير، بس ما شاء الله الكمية راهية وكفت ووفت ما شاء الله. وجبت الورق العنب وبديت أحطه بالصحن بهذا الشكل، حطيت أول شي خس وحطيت فوقه الورق العنب، ونفس الشي بعد ما شاء الله زادت كمية. وبكذا جهزت ورق العنب والفطاير وبديت ألبس ولبست ولدي وانطلقنا للبر. والجو كان لطيف، ما هو برد ولا حر. مرحبا. وما شاء الله تفاجأت من كمية الناس اللي طالعين لهذا المنتزه. هو منتزه أسليل بالنبهانية، يجنن. هذا معتمدين للأجواء اللي تكون نفس كذا غيوم ومطر خفيف، يكون المكان ولا أروع. ومن جمال المكان جاء الليل وما بغينا نمشي صراحة. وبس والله هذا فلوق لطيف وإن شاء الله عجبكم.